السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك ورحب على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا وانسي الطرق بتاعت زمان خالص. اول حاجة كده هتحطي شوية زيت في صينية سخنة، وتكوني مجهزة عندك القوانص، تكوني منضفاها حلو ودعكاها بالملح وبالليمون وسايباها كمان تتصفى. هتنزلي بأول حاجة القوانص طبعا، والكبد برضو منضفاها ومخليها في المصفى غسلاها حلو تتصفى. بعد ما تاخد كده تقلبتين تلاتة كده في الزيت وتغطي عليها، تنزلي عليها بالبهارات دي: توم بودر وبصل بودر وشوية بقى فلفل أسمر، وكمان بهارات فراخ تنزلي عليها بيها. بس ما تحطيش الملح دلوقتي خالص، كل دي بهارات ناشفة من المطبخ بتاعك. لا تقطعي بصل بقى ولا تقطعي طماطم، لا، بهارات ناشفة كده هتديكي نتيجة حلوة. هتحطي التوابل في المرحلة دي كلها كده، وتبتدي برضو تغطي عليها شوية لما تشرب من التتبيلة الجميلة اللي احنا حطيناها دي أسرع طريقة للكبد والقوانص، والنتيجة بتبقى حلوة جدا زي بره ويمكن أحسن كمان. هغطي عليها. بعد ما غطيت عليها واتشربت كده، لو حاسه ان هي محتاجه شويه ميه تكمل سواها ولسه مستوتش، حط لها نص كوبايه ميه. عندي بقى هنا 5 فصوص من الثوم حسب الكميه اللي انت بتعمليها. يعني انا معايا مثلا كيلو كبد وقوانص، حطيت عليهم 5 فصوص ثوم، وكنت دقه معاهم كمان فلفل احمر وفلفل اخضر. هبتدي اقلبهم كده. ده كله ما حطيتش الكبده، لان الكبده ما بتاخدش سوا، لو حطيتيها في الاول هتتهري منك وهتحسي يعني مش حلو قوي طعمها زي ما تحطيها في المرحله اللي انا هقولك عليها دي. لان كبد الفراخ مش زي الكبد العاديه. الكبد العاديه ممكن كتر السوا ينشفها، لكن كبد الفراخ تتهري. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد، ولايك حلو للفيديو عشان هتستفيدي منه، كومنت جميل من ايدي تشجعيني بيه. اهو انا كده معايا القوانص بتاعتي كده استوت. المرحله دي شفتها دقتها لقيتها معايا استوت. بعد ما حطيت الثوم وخليت الريحه بتاعته طلعت كده وقلبته معاه، هنزل عليه بمعلقه خل. طبعا ما كانش عندي الا اخر معلقه، بس عشان هو مركز فبيعمل معايا نتيجه كويس. بعد ما نزلت بمعلقه الخل زي ما انتم شايفين والريحه الجميله طلعت، هبتدي انزل بقى بالكبده بتاعتي غسلاها حلو قوي، كمان مصفياها من اي حاجه فيها تنزل من المصفى. برضو قبل ما احط الكبده هبتدي اظبط الملح بقى. انا كده حطيت ملح مبهر اللي هو الدقه العاديه ديت، حطيت معلقه صغيره. وادي الكبده بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ تغسليها بالملح وبالليمون، تحطيش خل خالص في مرحله الغسيل لان الخل بيظهر الزفاره. ولو عندك جنزبيل تحطي جنزبيل. واول ما حطيتها ما قلبتهاش، غطيت عليها، وبعد كده رحت ما خليتها تاخد كده غلوتين، رحت شايله الغطا ومقلباها. شايفين؟ تبقى الكبده معاكي القطعه بقطعتها ويبقى طعمها حلو جدا. وتبتدي بقى تظبطي الحدق بتاعك، بس ما تكتريش من الفلفل الاسمر. اهو حسيت ان هي محتاجه شويه ملح مبهر، نزلت عليها بالملح المبهر. ايه هو الملح المبهر؟ ملح ابيض، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بهارات. دي هي الدقه المصريه بتاعتنا اللي كلنا عارفينها. تجيبي بقى فين وتجيبي عيش بلدي، شويه سلطه، شويه طحينه، شويه رز، مكرونه، بالهنا والشفا.